ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم ذا ايرون كلو، اخر افلام 2023. هو فعلا تقريبا يعتبر اخر فيلم نزل في 2023، بس لسه نزل في السينمات من وقت قريب لانه كان نزل في مهرجانات والكلام ده. الفيلم بطولة زاك افرون من اخراج شون داركنز، والفيلم بيحكي عن القصه الحقيقيه لعائله فون اريك، عيله ليها تاريخ كبير قوي في مجال المصارعه في الثمانينات. الفيلم بيبدا من قبل كده بشويه، بنشوف الاب ما كانش عارف ياخد فرصته في الماتش البطوله، فبيكون هدفه الاساسي الوحيد ان هو يربي عياله على المصارعه ويخليهم محترفين عشان يعرفوا هم يخشوا البطوله ويجيبوا البطوله ويحزموا البطوله للعيله دي. وبعد كده بشويه بتشوف الفيلم بقى من وجهه نظر الاخوات نفسهم، بتشوف بقى المعاناه اللي عاناها كل واحد فيهم والمآسي اللي عاشها والكلام ده، عشان اللي كان مهووس بالبطوله واللي عايز يفضل يعلى اكتر في المجال ده، واللي ما كانش اصلا عايز المجال ده وابوه اللي غصبه. والقصه دي كلها بشوفها من وجهه نظر الاخ الاكبر اللي هو كيفن، اللي بيقوم بدور زاك افرون. واول حاجه بقى كده انا عايز اقولها قبل ما اتكلم عن الفيلم خالص، عشان دي كانت فعلا مفاجاه كبيره بالنسبه لي. زاك افرون في الفيلم ده قدم اداء رهيب، ما كنتش مصدق اصلا ازاي هو عمل الاداء ده. يعني اصلا ما اعرفش ان هو ممثل، يعني هو ممثل عادي كويس شغال، يعني حاجات كوميديه في النوعيه دي، انا لا، دي عمل دور درامي جد جدا وبدون ملك. يعني هو اللي حل الفيلم، يعني هو فعلا خلى الفيلم يطلع بالشكل ده. في مشاهد كتير كانت متطلبه منه، يعني القصه مكتوبه، المشهد مكتوب، متطلب اداؤه هو اللي يحكي اللي بيحصل، او يعني اداؤه اللي تفهم منه تعبيرات، مش مجرد كلام بيتقال وخلاص. فهو فعلا اداؤه كان فظيع وكان مفاجئ جدا. الفيلم نفسه عمل ايه؟ انا الفيلم ده ما كنتش مستنيه ولا اي حاجه، كنتش عارف عنه حاجه اصلا الا يعني وقت ما نزل. فبالنسبه لي يعني يعتبر اكتر فيلم من الافلام اللي بتنزل في الجنب كده، الواحد ما يسمعش عنها حاجه، بس لما نزل كان عليه اراء ايجابيه مش قليله، فكان عندي فضول شويه اشوفه. مش عارف متحمس قوي، بس يعني كان عندي فضول اشوف ايه الفيلم فعلا، يعني هل كان جامد بالمستوى ده ولا لا. والفيلم كان حلو، كان يعتبر من الافلام كويسه في 2023. مش فيلم جامد قوي يعني، مش اوبنهايمر مثلا او كيلرز اوف ذا فلاور مون، بس يعني فيلم حلو من الافلام برضو كويس السنه دي. القصه كانت متقدمه بشكل كويس، هي القصه نفسها كانت حلوه، يعني القصه الحقيقيه نفسها حلوه، لانها المآسي اللي عنوها والكلام ده، وبتتكلم عن حاجات كتير ما بين طمع والهوس بالبطوله وكذا وكذا، وطموح الاب اللي بزياده ضر العيله دي ازاي والكلام ده كله. يعني دي القصه الحقيقيه، فاصلا هو ده يعتبر ما تحب القصه الحقيقيه اكتر من قصه الفيلم نفسه. بس القصه نفسها متقدمه بشكل حلو، يعني انت بتشوف مثلا الاب ان هو يعني ازاي مش داري بان الطموح بتاعه ده هو اللي عمل كده في العيله دي. طبعا مش بحرق حاجه، هو يعني دي القصه الحقيقيه اصلا، بس الفيلم فعلا عارف يوريك ان يعني الاب نفسه مش حاسس باللي بيحصل ده، او يعني مش واخد باله ان هو اللي بيعمله ده بيضر اللي بيأذي العيله ده اكتر. بالنسبه له هو ده بيعمله لمصلحتهم. خصوصا برضه انت بتشوف يعني مشاهد خاصه بالعيله دي بره مجال المصارعه، بره المصارعه، الحاجات دي مشاهد حياتيه خاصه بالعيله نفسها عادي. هي عيله كويسه، عيله كويسه جدا كمان، علاقتهم ببعض كويسه، يعني عيله عاديه ما فيهمش ما فيهاش اي مشاكل، يعني ما بيتكلموش عن مصارعه والكلام ده خالص، مواقف عاديه جدا. هي عيله كويسه جدا، والاب انت بتشوفه هو علاقته بابنائه كويسه جدا. طبعا برضه المشاهد دي مش طويله قوي، مش بيكتروا منها قوي، فانت مش بتشوف ده بالمعنى الحرفي، مش بيتفصل يعني. وحتى بقى انهم عرفوا يبينوا الرابطه اللي ما بين الاخوات دي عامله ازاي، كانت مفيده قوي، لان بالذات الفيلم اصلا كله بيتحكي يعتبر من وجهه نظر الاخ الاكبر، هو اللي بيقوم بدور زاك افرون زي ما قلت في الاول. فهو فعلا يعني عرفوا يبينوا في الثلث الاول كده، او يمكن النص الاول، العلاقه بينهم وما بينه هو بالذات عامل ازاي. لان انت الاحداث كلها انت بتشوفها من وجهه نظره، انت بتشوف دار الاحداث دي او الاحداث دي نفسها بتحصل للكاركترز اللي في الفيلم، بس المهم بالنسبه لك هو اثرها على الشخصيه دي، الشخصيه نفسها بتاعت زاك افرون، لان انت متلقي الاحداث بوجهه نظره، فانت بتشوف اثرها عليه هو. يعني الدراما اللي في الفيلم جايه من اثر الاحداث دي نفسها عليه هو بيتلقى الاحداث وانت تتلقاها معاه، فبتشوف اثرها عليه عامل ازاي. دي بقى كانت ميزه وعيب، لان هي فعلا ميزتها هم عرفوا يحطوا لك شخصيه رئيسيه تهتم بيها جدا، وتشوف الحاجات اللي بتحصل من وجهه نظرها وهو ازاي بيتاثر بيها وهكذا والكلام ده. طبعا مع تمثيل زاك افرون اللي خلى فعلا الدور مقنع جدا. وزي ما قلت يعني كان في بعض المشاهد ليه بجد هو ما كانش بيتكلم فيها، كان بيبص كده بالنظرات وخلاص، فانت بالع كل حاجه من وجهه نظره، وانت شايف كل حاجه من وجهه نظره وحاسس بيها، انت بالع الاحساس اللي هو حاسه. يعني الدراما انت موافق عليها بسبب الشخصيه دي. العيب بقى ان انت يعتبر الناس التانيين كلهم ما لهمش اي لازمه، ناس عاديين جدا، انت مش فارق معاك اي حاجه خاصه بيهم، هم يعني موجودين عشان خاطر القصه تتحكي، فتشوف اثر الاحداث دي على بطل رئيسي. يعني هم موجودين كجزء من القصه عشان تشوف بقى الدراما فقط. هم بقى نفسهم انت مش مقضي معاهم وقت كافي خالص يخليك يعني تهتم باي حد فيهم، هم موجودين بس عشان تشوف الاحداث اللي حصلت لهم بس. يعني دي الفكره بقى في ده كله، ان الممثلين نفسهم ممثلين جامدين، يعني في منهم ناس جامده جدا. واحد من الاخوات دول بيقوم بدور جيرمي الان وايت، ده واحد يعتبر يعني ممثل هو مش معروف قوي، بس هو ممثل جامد جدا، ممثل تقيل فعلا. يعني لو اي حد سمع مسلسل ذا بير، المسلسل ده كان جامد جدا، لسه نازل من السنه اللي فاتت او حاجه، مسلسل جامد جدا. وهو يعني هو كان هو البطل بتاعه، وهو ده اصلا اللي حل المسلسل، اللي هو يعني تمثيله، يعني هو اتشهر بسبب المسلسل ده اصلا. ويعني اللي ما شافش المسلسل ده انصح بيه جدا، هو يعني لا حاجه جامده يعني. فده واحد ممثل تقيل قوي وحاطينه في دور، بس مش مستغل صح، مع ان هو كان ليه مشهد ولا مشهدين كده برده، بس حاجات بسيطه يعني، هو بس برده بمجرد من غير ما يتكلم برده يعني بس انت بتفهم هو ايه اللي حاسس بيه وكذا، بس مش مستغل كويس. كلهم عموما الممثلين كلهم كويسين، بس ده يعني ده اكتر حد انا كنت عارفه.
فيعني الفكره ان انت معاك كل العناصر كويسه بس في حاجه ناقصه، هي دي الفكره. يعني انت معاك الممثلين كويسين، معاك قصه السورس نفسه حلو جدا، الاخراج كان جامد، الاخراج عارف ينقلني للفتره الزمنيه دي كويس جدا. الحاجات التكنيكال عموما كانت جامده، التصوير، الاخراج، توجيه الممثلين، الاضاءه، الديكورات، الحاجات دي يعني الحاجات التكنيكال، الحاجات الخاصه بالتفاصيل اكتر بتاعت التكنيك والكلام ده، التمثيل، حاجات يعني من النوعيه دي، الاضاءات، الكلام ده كانوا متنفذين بشكل حلو قوي. هي بقى الفكره فعلا في القصه كان ممكن تبقى احسن من كده. يعني الفيلم ده كان ممكن فعلا اطلع اقول عليه ان هو احسن فيلم نزل السنه اللي فاتت، او يعني مثلا ممكن اقول لك ده فيلم يستاهل يترشح لاوسكار مثلا كاحسن فيلم او كده. لا انا ما حسيتوش كده خالص، حسيته فيلم حلو بس يعني في بوتنشال ان هو يكون اقوى. القصه كانت تسمح بحاجات اكتر من كده. هو يعني القصه دي يعني في الوقت اللي هم حكوا فيه القصه دي هو ما كانوش يعني يعرفوا يعملوا اكتر من كده في الوقت ده، الساعتين وربع او ساعتين و10 دقايق دول ما كانش ينفع يعملوا اكتر من كده، لان فعلا العيله دي يعني من الواضح كده انها يعني افرادها كتير وليهم احداث كتير وليهم مقاس كتير. يعني قصه كبيره ما تتحكيش خالص في فيلم ولقيت ساعتين و10 دقايق ولا ساعتين وربع. يعني اصلا بيقولوا ان كان في فرد كامل في الاسره دي هم ما جابوش قصته اصلا، ما عملوش حتى منشن من كتر ما هو خلاص القصه كبيره هم يحشروها في الفيلم ساعتين وربع ده. يعني ده مثلا فيلم ده كده خلي بقى الفيلم ده ما احكي كده مثلا يعني المخرج بتاعه كان واحد زي مثلا مارتن سكورسيزي مثلا، ده كده ياخد الفيلم يعمل 3 ساعات 3 ساعات ونص من الحاجات اللي في الاخر بتاعته دي، ده كان فعلا فيلم فظيع. هو الفيلم ده كان محتاج كده فعلا يبقى 3 ساعات او يعني حاجه في الرينج ده. فهو على الوقت اللي هو موجود هم حكوا القصه بشكل حلو بالنسبه للوقت ده. بس يعني اللي هو السؤال طب ليه ما عملوش بقى اطول من كده؟ ليه ما خدوش القصه طولوا فيها شويه؟ خصوصا يعني الشركه المنتجه الفيلم ده A24 تعتبر شركه من الشركات المستقله اكتر، يعني مش الشركه اللي هي متخصصه انها تنزل افلام سينما والكلام ده، فهم مثلا عايزين ينزلوا افلام بوقت قصير شويه. فيعني هو ده دي الحاجه الغريبه شويه في الموضوع. انما عموما هو الفيلم كان كويس بالنسبه لساعتين وربع كان كويس، بس كان ممكن يبقى احسن كده. يعني هو ده كان يبقى 3 ساعات وممكن يعني 3 ساعات كان مظبوط، لانك كنت على الاقل تشوف احداث اكتر، تشوف تحس بوجود الشخصيات الثانيه اكتر، مش تحس ان انت موجود الشخص الرئيسي بس اللي هو زاك افرون. حتى الاب انا ما حسيتش بيه قوي. يعني انا لا قلت ان هو بيبين لك ان هو بالنسبه له الكلام ده ما بيعملش يحمل العيله والكلام ده، بس برضه انت بتشوف الكلام ده كله من وجهه نظر الشخصيه الرئيسيه، مش عشان انت شايف شخصيه الاب نفسها ومقتنع بيها او حتى متفاهم هو اللي بيعمله ليه. مع ان الممثل نفسه اللي عمل دور الاب هولت مكاناني حاجه زي كده مش عارف هو الراجل ده عموما يعني كان عامل دور حلو برضه بالنسبه للقصه المكتوبه، الدور المكتوب اللي هو كان عامله حلو. بس برضه المشاهد بتاعته مش كفايه قوي ان انت تفهم شخصيه، تفهم الضفه بتاعتها، تفهم هو بيفكر ازاي. يعني هي دي الفكره وبس كده. ده تقريبا كله ممكن على فيلم تقريبا كله. بس برضه حاجه كده يعني افتكرتها دلوقتي بالصدفه بالنسبه للفيلم. يعني هو مش فيلم تحفيزي، مش فيلم مثلا فيلم سبورتس اللي هو بيخليك بيوريك واحد مثلا ايه عنده حلم بيحاول يوصل لحد ما يحققه في الاخر والكلام ده. يعني ده مش فيلم تحفيز، ده بالعكس ده فيلم دارك جدا. بالنسبه لفيلم زي ده يعني مشاهد الفايتس مثلا مش مطلوب منها تبقى حلوه قوي، لان انت التركيز الرئيسي مش على الفايتس، انت التركيز الرئيسي بيبقى على الكاركتر نفسه واللي بيعنيه بره الفايتس او بسبب الفايتس وهكذا. بس برضه يعني لا برغم من كل ده الفايتس في الفيلم ده كانت حلوه جدا، متصوره فعلا بشكل حلو، انت شايف اللي بيحصل وكنت قاعد متسلب الفايتس نفسها. يعني المشاهد القتال اللي في حد ذاتها دي مسليه جدا اصلا. يعني زي ما انت الحاجات التكنيكال، ما دي برضه طبعا الحاجات التكنيكال في الفيلم، هي التكنيكال كله كان بيتنافس حلو قوي. وبس كده خلاص ده كله ممكن على فيلم دايرن كلو. هو فيلم كويس مش اقوى حاجه بس فيلم سيريز ذاتيه شغال يعني حلو، اعلى من المتوسط بكتير، في عناصر حلوه كتير بس كان ممكن يبقى اقوى من كده. 1.7/10. وبس كده ده كله ممكن على فيلم دايرن كلو. اللي شفت الفيلم لسه مش شفتوه اكتبوا في الكومنتات، ما شفتوش روحوا شوفوه او استنوا منزل على النت. هو اصلا غالبا خلاص مش موجود في السينمات دلوقتي، وتقريبا كان نازل الاسبوع اللي فات وخلاص هيتشال. يبقوا برضه شوفوه واكتبوا رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.